كلنا سمعنا واتحكى لينا عن قصص مختلفة عن زواج الإنس من عالم الجن، لكن لحد وقتنا ده مفيش حد مصدق ولا مقتنع بحاجة زي كده. النهاردة يا صديقي أنا جايب لك قصة حقيقية عن شخص مصري كان عايش مع والدته وفجأة اختفى، لكنه عاد بعد 14 سنة. لكنه لما اتسأل هو كان فين طول الفترة دي قال إنه كان عايش تحت الأرض في عالم الجن، وكمان متجوز ومخلف. قبل ما نكمل باقي القصة يا ريت تنزل تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو، كمان ما تنساش تشاركنا رأيك في كومنت وتقول لنا تحب الحلقة اللي جاية تكون عن إيه. وتعالوا بينا نشوف قصتنا النهاردة بتقول إيه. قصتنا يا صديقي بتعود لسنة 1960 وتحديدا في القاهرة. بطل قصتنا كان اسمه محمد كامل. محمد كان طالب في كلية الطب، وكان عايش مع والدته في أحد الحواري اللي كانت موجودة في القاهرة في الوقت ده. وفي أحد الأيام وبعد يوم طويل في الجامعة محمد رجع البيت، لكن الوقت كان متأخر. أول ما محمد وصل قدام البيت لاحظ إن في قطة صغيرة واقفة قدام باب البيت وعمالة بتبصله. محمد ما التفتش للقطة وفتح الباب ودخل، لكنه اتفاجئ ان القطة دخلت وراه البيت. حاول محمد يطرد القطة بره البيت، لكنه اتفاجئ ان القطة طلعت صوت غريب وكأنها بتترجاه انها تقعد. محمد اتعاطف مع القطة واللي كان شكلها جميل وقرر انه يربيها في البيت معه. لكن مع مرور الايام القطة بقت ملازمة محمد زي ظل ومش بتسيبه. كمان لما محمد كان بيروح الجامعة ويرجع كان دايما بيلاقي القطة واقفة مستنياه قدام باب البيت. مع مرور الوقت محمد اتعود على القطة وحبها وبقى بيتآنس بوجودها، لكن بعد فترة قريبة القطة اختفت فجأة. محمد دور عليها في كل مكان وسأل والدته عنها، لكنها قالت إنها ما شافتهاش من مدة. بعد فترة من الوقت محمد كان راجع من الجامعة وفي وقت متأخر، لكنه اتفاجئ بوجود قطة تانية واقفة قدام الباب وفي نفس المكان اللي كانت واقفة فيه القطة الأولى. أول ما محمد فتح الباب القطة دخلت البيت، فقرر محمد إنه يربيها مكان القطة الأولى. وكانت القطة دي زي القطة التانية مش بتفارق محمد وطول الوقت قاعدة معاه. لكن بعد 4 سنين اختفت القطة برضه زي القطة اللي قبلها. محمد زعل عليها قوي، خصوصا انها عايشة معاه بقالها 4 سنين. لكن مع الوقت محمد نسي الموضوع ورجع لحياته الطبيعية. لكن في احد الايام واثناء ما محمد مروح على البيت بيلاقي قطة ثالثة مختلفة تماما عن القطتين الاولانيين، وده لانها كانت جميلة جدا وبشكل ملحوظ، وكمان نظراتها لمحمد كانت غريبة. المهم ان محمد قرر يربيها زي القطط اللي قبلها. وعلى حسب الكلام اللي قاله محمد عن قصته قال انه كان حاسس بشعور غريب تجاه القطة دي، كأنه يعرفها من سنين. وبتمر الأيام والشهور والقطة موجودة مع محمد ومفيش أي حاجة غير طبيعية فيها إلا نظراتها الغريبة. لكن في أحد الأيام بتحصل حاجة مرعبة. محمد كان في أوضته ونايم على سريره، والقطة كانت جنبه على السرير وواقفة على رجليها الخلفية. وفجأة محمد بيبص على القطة لقى إن جسمها بيتمدد بالطول وبالعرض وبشكل غريب ومرعب، لحد ما القطة بقت في شكل جسم بشري. وبعدها بدأت تخلع الجلد اللي كان كله شعر وبدأ يظهر جلد بشري أملس. محمد اتصدم من اللي شافه ده وما قدرش يتكلم الا بالعافيه قدر يسالها انت مين. ردت عليه وقالت له انه يسمعها بدون ما يقاطعها، وانها اختارته هو من بين كل الناس. وقالت له كمان ان اسمها زراكش وانها بتحبه من وهو طفل صغير، وانها لقت ان دي هي الفرصه المناسبه علشان تقول له الكلام ده. محمد في الاول كان متردد، لكن زراكش قدرت تقنعه في الاخير انها تتجوزه. لكنها قالت له انهم علشان يتجوزوا في شروط لازم يلتزم بيها علشان ما يتاذيش. أول شرط هو الكتمان، وإنه ما ينفعش يحكي لأي حد على اللي هو شافه، ولازم يكون مخلص ليها ووفي. كمان قالت له إن البيت لازم يفضل ضلمة بالليل بدون أي إنارة. كمان برضه ما ينفعش إنه يسهر بره البيت لوقت متأخر، وما ياكلش أي حاجة فيها توم أو بصل. كمان قالت له على طلب غريب جدا، قالت له إنها لو حملت والمولود كان ولد هيكون من حقه هو، لكن لو المولود كانت بنت هتكون من حقها هي وهتعيش معاها في العالم السفلي. وأكدت عليه إن الشروط دي ما فيهاش جدال ولا نقاش. زراكش قالت لمحمد إن الزواج هيكون بكرة بعد نص الليل وفي نفس الميعاد، وبعدها اختفت زراكش وفي لمح البصر. محمد كان مصدوم من اللي حصل وما بقاش عارف هل اللي شافه ده كان حقيقة ولا مجرد خيال. محمد نام بعد اللي شافه، ولما صحي الصبح فضل طول اليوم يفكر هل اللي حصل امبارح ده كان حقيقة ولا مجرد خيال. لما جت الساعة 12 بالليل محمد دخل الأوضة بتاعته وفضل مستني زراكش، وما كانش لسه مصدق اللي حصل امبارح ده. لكن زراكش اتأخرت لحد ما محمد فقد الأمل خلاص وبدأ يقول إنها كانت مجرد تهيؤات. لكن فجأة وفي لمح البصر بتظهر زراكش قدام محمد من تاني، لكنها ما كانتش لوحدها المرة دي، وكان موجود معاها 5 رجالة.
لكن ال5 دول كانت أشكالهم غريبة ومخيفة، وكانت دقنهم بيضة وطويلة، وكانوا لابسين لبس شبيه بلبس الفراعنة أو القدماء المصريين. المهم إن واحد من الأشخاص دول ولع بخور من نوع معين، وكل ده في وسط ذهول وخوف من محمد. الأشخاص ال5 دول اللي كانوا مع زراكش كانوا من أهلها من العالم السفلي، وجم معاها علشان يكونوا بمثابة شهود على عقد الزواج اللي هيحصل. وفعلا تم عقد الزواج بين البشر محمد وزراكش الجنية. محمد لحد دلوقتي مش مستوعب اللي بيحصل، ومع مرور الوقت محمد كان عايش حياة جميلة جدا في وجود زراكش في حياته، من حيث الأكل والشرب والحياة الكريمة، وكل اللي كان بيحلم بيه زراكش كانت بتحققه له. وعلى لسان محمد واللي كان بيقول إن زراكش بتطلب منه كل يوم يقول لها على واحدة ست هو معجب بيها، وكانت بتتشكل ليه على هيئة الست دي، لكن على حسب ما قالت له إن لازم تكون لسه عايشة علشان تقدر تتشكل على صورتها. كمان لما كان محمد بيسألها عن أشخاص في حياته، كانت زراكش بتمسح المراية اللي موجودة في غرفة محمد، وكانت بتخلي محمد يشوف الشخص ده قدامه في المراية كأنه بيتفرج على فيلم سينمائي. بعد سنة من الزواج زراكش قالت لمحمد إنها حامل وهتولد بعد 3 شهور، لكن الغريب إن بعد ما جه ميعاد الولادة زراكش قالت لمحمد إن الولادة لازم تكون في العالم السفلي، ولازم الأب البشري يكون حاضر أثناء الولادة، لكن بشرط إنه ما ياكلش لمدة 24 ساعة علشان يقدر يسافر للعالم السفلي. زراكش بدأت تهيئ محمد عشان يسافر معاها لعالم الجن، وطلبت منه يقف بشكل مستقيم ويغمض عينيه. زراكش حطت إيدها على راس محمد وبدأت تقول مجموعة من التعاويذ، وبعدها طلبت من محمد إنه يفتح عينيه. أول ما محمد فتح عينيه لقى نفسه في عالم غريب كان شبيه بعالمنا، لكنه كان شكله بدائي شوية، ومفيش أصوات مرتفعة ولا عربيات ولا حتى وسائل مواصلات، وكمان ما كانش فيه إضاءة في الشوارع. كمان كل الناس اللي موجودة الرجالة كانوا قرع وبدون شعر، وكلهم لهم لحية طويلة وعينهم شبيهة بعيون القطط. كمان لبسهم كان شبيه بلبس القدماء المصريين. أما الستات فكان شعرهم طويل جدا وملامحهم حادة جدا ولونهم بين البياض والسواد. المهم إن زراكش أخذت محمد وراحت على بيتها واللي كان موجود فيه أهلها علشان يحضروا الولادة. لما الجنية ولدت محمد اتفاجئ إنها خلفت بنت، وطبعا زراكش كانت متفقة مع محمد إن لو المولودة كانت بنت هتكون لها هي. وبالفعل زراكش سلمت الطفلة لأهلها في العالم السفلي ورجعت علشان تعيش مع محمد في بيته، وبدأ محمد يعيش حياته مع زراكش زي الأول. لكن بعد شهور قليلة زراكش قالت لمحمد إنها حامل للمرة الثانية، ولما جه ميعاد الولادة محمد رفض إنه يروح مع زراكش للعالم السفلي بسبب المشقة والتعب اللي شافه في الولادة الأولى. لكن للمرة الثانية زراكش خلفت بنت برضه وسلمتها لأهلها ورجعت تعيش مع محمد في غرفته، واللي لحد دلوقتي محدش كان بيشوفها غيره، ولا حتى والدة محمد كانت تعرف حاجة عن الزواج ده. وفضل محمد في زواجه لحد 10 سنين، وكان محمد من وقت للتاني كان بيروح يزور بناته في العالم السفلي ويرجع تاني، لحد ما بنته الأولى كبرت وبقت هي اللي بتيجي لوالدها وتزوره. لكن في أحد الأيام جات له وقالت له على حاجة غريبة جدا، كانت طول الوقت بتحكي له على كل حاجة بتحصل معاها في العالم السفلي، لحد ما في مرة من المرات قالت له إن الجن عندهم يوم معين في السنة بيحتفلوا بيه بمثلث برمودا، وفي الاحتفال ده بيعرضوا جماجم البشر المفقودين عن طريق إنهم بيغرقوا السفن أو يوقعوا الطيارات. في الفترة دي محمد كان عايش في العالم السفلي تحت مع زراكش وبناته الاتنين، لكن ما كانش بيشوف أي حاجة من الاحتفالات الغريبة دي. لكن لما محمد عرف السر الخطير ده من بنته قرر إنه يطلق زراكش، وبالفعل اجتمع أهل زراكش وطلقوا زراكش من محمد، وكمان قرروا إنهم يرجعوه يعيش من تاني على الأرض. لكن لما رجع محمد لقى نفسه في بيته وعلى سريره، واكتشف من والدته إنه كان متغيب عن البيت من 14 سنة، وعمره دلوقتي بقى 40 سنة بعد ما كان شاب في 26 من عمره. على الرغم من ان القصة دي غريبة وممكن محدش يصدقها بعد ما محمد حكاها، لكن لحد النهاردة سر اختفاء محمد اللي دام اكتر من 14 سنة وبشهادة والدته وجيرانه في محاضر الشرطة، الا انه كان من الامور الغريبة جدا واللي لحد النهاردة محدش عارف يفسر اللي حصل ده، وهل اللي حكاه محمد ده على لسانه كان حقيقة ولا مجرد خيال. لحد هنا يا صديقي نكون وصلنا لنهاية قصتنا النهاردة، لكن قصصنا لسه ما خلصتش على كده. طالما كملت الفيديو لحد هنا يا ريت تشترك في القناة لو بتتفرج من يوتيوب، وتعمل لايك لو بتتفرج من فيسبوك. كمان يا ريت تفعل زرار الجرس علشان في فيديوهات فاتت وفي فيديوهات جاية لازم انك تشوفها. سلام.